أولا نيوز، أول تلفزة رقمية أمازيغية بالمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. والسلام على رسول الله الحمد لله أبدا والصلاة والسلام على محمد دائما سرمدا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل البركات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا رسول الله بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أولا شكرا على هذه التغطية في هذه النسخة الرابعة من مسابقة رتل وارتقي التي تنظمها جمعية الغد للتربية البيئية والأعمال الاجتماعية والاتحاد العام للتجار والمهنيين إقليم مراكش. هذه النسخة عرفت مشاركة فئتين، فئة الصغار وفئة الكبار، والتي جمعت بين نخبة من القارئين على مستوى مدينة مراكش من مختلف مقاطعاتها. فشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه النسخة، وشكرا لكل المشاركين والمشاركات. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول. يوسف بوجهي الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للتجار المهنيين بالمغرب فرع مدينة مراكش. الحمد لله اليوم يعني تحتفلوا مع الإخوان يعني بالمسابقة الختامية اللي تنظمها الاتحاد العام للتجار المهنيين بالمغرب بشراكة مع جمعية الغد في نسختها الرابعة. هذه النسخة اللي جات مميزة على باقي النسخات الأخرين نظرا للمشاركين والطريقة يعني ديال الإقصائيات والنهائيات، لأننا ارتأينا أننا نديروا إقصائيات ويكونوا عبر أن المشاركين يرسلوا لنا بعض مقاطع ديال الفيديو فيهم صوتيات ديالهم، ولجنة التحكيم يعني تختار واحد العدد منهم واللي هما اللي غادي يتباروا في المسابقة النهائية اللي تنحضروا لها اليوم. الحمد لله كان واحد يعني واحد الحضور اللي هو غفير من مواطنين من ساكنه ديال سيدي يوسف بن علي، كذلك من الاخوان الصحفيين اللي شرفونا يعني في مثل هذه المسابقات هادو واللي تيدعموهم وتيكونوا معنا تقريبا كل سنه، يعني نظرا للميزه اللي تيتميز بها هذا اليوم يعني وهذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، ويعني مسابقه اللي هي مسابقه قرانيه من اجل تحفيز الاطفال الصغار يعني والشباب على كتاب الله عز وجل. شحال بلغ عدد ديال المشاركين الاجمالي في المسابقه؟
توتال كان عندنا 70 تقريبا مشارك، وبقينا تنفلتري وصلنا 50. من بعد اننا يعني كملنا في 20 هما اللي غادي يتباراو في المسابقه الختاميه اليوم اللي كاينه دابا في خزانه وسائطيه في سيدي يوسف بن علي. الحمد لله كي قلنا انه راه حضروا معنا مجموعه من الفاعلين الجمعويين، ناس ديال السياسه، يعني جميع الاخوان من جميع الفئات حضروا لهذه المسابقه هذه، وهذا شرف كبير لمنطقه سيدي يوسف بن علي ومدينه مراكش على الخصوص اللي هي تعتبر مدينه ديال القران الكريم. بالفيديو ومتابعة جديدنا على وسائل التواصل الاجتماعي.